أعود معكم مشاهدينا الأفاضل نحو العالم بصوت وكلام. تقديم وتعليق الإعلامي عبد السلام عيدن على القناتين الأولى الأرضية وكذلك السادسة الشبابية لقنوات التلفزيون الجزائري العمومية الرسمية في مباراة نهائي كأس السوبر الممتازة الجزائرية 2025 بطبع أوروبي على هذا الصراحة التاريخي بملعب موقعة مسرح الخامس جويلية الأولمبية. مركب محمد بوضياف في الجزائر العاصمة. يتقدم لاعب شباب الوزداد لتنفيذ ركلة جزاء الأولى موقعة وكذلك مسجلة من طرف عبد الرحمن مزيان. عبد الرحمن مزيان رقم 11 ينفذ ركلة جزاء لفائدة شباب الوزداد ويتمكن من توقيع أولى الأهداف. الركلة الأولى لفائدة شباب بالوزداد فهي ناجحة من طرف عبد الرحمن مزيان الذي يتمكن من تسجيل هذه الأسبقية لفريق شباب بالوزداد في مرمى نادي مولودية الجزائر.